بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. أنا يوسف، والحلقة دي من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية ستيفن كوفي. النهاردة هنتكلم عن عادة لو طبقتها ممكن تغير حياتك من أولها لآخرها. هل فكرت قبل كده إنك ممكن تكون عايش على الأوتوبايلوت؟ طب يعني إيه عايش على الأوتوبايلوت؟ الأوتوبايلوت يعني نظام التشغيل الآلي أو نظام التيار الآلي، بس المقصود هنا إنك بتعيش بشكل روتيني من غير ما تكون مركز أو واعي باللي بيحصل حواليك. يعني بتصحى، تروح الشغل، ترجع تنام، تعمل مهامك اليومية كأنك مش بتعيش، بتتفرج على حياتك وهي بتعدي من غير ما تحس. طب ثانية واحدة كده، فكر معايا في الجملة دي. كل يوم بتصحى، ترد على اللي حواليك، تزعل لما حد يزعلك، تفرح لو الدنيا فرحتك، وتشتكي لما الظروف تضغطك. مش كده؟ ده اللي بيحصل. بس الحقيقة اللي مش بنحب نسمعها، انت مش ضحية الظروف، انت نتيجة اختياراتك اليومية. وده الفرق بين الشخص الناجح واللي ماسك زمام الأمور، والشخص اللي بيعافر في نفس الدايرة طول عمره ومش عارف يخرج منها. ومحور حلقتنا النهاردة والعادة اللي اخترنا نتكلم عنها: خليك مبادر مش مفعول به. خد المبادرة في حياتك وما تخليش الدنيا هي اللي سايقاك. مش كفاية بقى، كفاية تبقى الأوضاع اللي حواليك هي اللي متحكمة فيك ورسمالك مسار تمشي فيه، وما تكونش انت صاحب القرار، بل مجرد شخص ماشي في دايرة مغلقة قاعدة تتكرر. وخلي بالك يا صديقي، الدايرة دي مفيش منها مفر غير بقرارك انت. تعال نفكر سوا. معظم الناس عايزة تتقدم، مش كده؟ بس الحقيقة الناس بتتقدم لما عاداتها تتقدم، والعادة هي الأساس. العادة هي اللي بتقول: أنا بمسك زمام يومي، أنا اللي بقرر أبدأ أو أستنى الحياة تدوسني. أول ما تتبنى عادة التفكير المبادر، قراراتك هتتغير، ردود فعلك هتختلف، نظرتك للحياة كلها هتتحول. ودي مش مبالغة، كل إنجاز كبير كان وراه قرار صغير مبادر محدش شافه غير صاحبه. والمبادرة مش معناها إنك دايما تعمل حاجات كبيرة. المبادر هو اللي ما بيستناش مديره يقدره، فهو بيطور من نفسه حتى لو بحاجات بسيطة. ما يستناش يتحفز، هو بيبدأ وبيخلق الدافع من جوه. ما يستناش الظروف تتحسن، هو بيتحرك حتى لو الظروف صعبة والدنيا مظلمة. يعني ببساطة هو اللي بيبدأ التغيير، مش بيستناه يجي من بره. خليني أحكي لك قصة شاب اسمه خالد. خالد ظروفه صعبة جدا، بيشتغل كول سنتر في مكان مفهوش أي تطور، يدوب عشان يجيب فلوس يعيش بيها. بس ده ما كانش شغفه، ولا كان شايف إنه كده عمره هيتطور أو يكبر، ولا هيفضل يعمل نفس الحاجة لسنين كتير. بدل ما يقعد يشتكي، قرر كل يوم يتعلم 30 دقيقة. قعد يدور ويبحث عن كورسات مجانية أونلاين، وكتب في المجال اللي بيحبه هو التسويق. كان يوم يقع يوم يكمل، بس أخد زمام الأمور واستعان بالله وقرر إنه مش هيوقف لحد ما يتطور. بعد 6 شهور خالد بقى فعلا مؤهل لتقديم على شغلانات جديدة، لأنه فهم حاجات كتير في السوق. فضل يتعلم أكتر ويقدم على وظائف، وبعد سنة فعلا صديقنا خالد اتقبل في شركة تانية بضعف المرتب في مجال التسويق، المجال اللي بيحبه وشايف نفسه يقدر ينجح ويتطور فيه. ايه الفرق بين خالد وبين غيره؟ هل الذكاء؟ هل الحظ؟ ولا يا صديقي المبادرة؟ إن خالد مرضيش يستسلم ويعيش على الأوتوبايلوت ويكون ضحية الظروف اللي حواليه. خالد قرر يبادر ويعمل شيء مختلف، وعشان كده ربنا كرمه ووسع عليه. طب ممكن نبدأ إزاي بشكل بسيط نتبنى العادة دي؟ هقولك. عايزك تاخد دقيقة وتكتب 3 جوانب من حياتك بتحس فيها إنك مفعول بيه: شغلك، علاقاتك، وقتك. جنب كل جانب اكتب خطوة بسيطة تقدر تبدأ بيها عشان تتبنى عادة المبادرة. يعني مثلا لو بتحس إنك مش بتتقدم في شغلك، ابعت النهاردة اسأل صديق ناجح في مجالك، أو استشير خبير واسأله عن كورس واحد تبدأه.
أو إيه الخطوة اللي ممكن أخدها في المجال بتاعي تحسن مني. لو وقتك بيضيع، حط منبه 10 دقايق تبدأ عادة جديدة في يومك. 10 دقايق بس. هقولك على خدعة يا صديقي لو عايز تمارس الرياضة بأقل مجهود. اعمل بلانك لمدة دقيقة واحدة بس في بداية اليوم واستمر عليها. بسيطة صح؟ بس وريني هتستمر عليها ازاي. التغيير مش فجأة، بس بيبدأ بلحظة قرار. وفي النهاية عايز أقولك اقتباس بيقول: الناس اللي بتنتظر الظروف تتغير بتنتظر كتير، والناس اللي بتبادر هي السبب في إن الظروف تتغير. اسأل نفسك النهاردة، إيه أول خطوة هتبادر بيها؟ دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.